زمان أوي لما من حوالي كده 13 14 سنة، قبل ما يكون عندي موتوسيكل أو عربية. كنت متعود بروح الشغل، كنت دايما ألاقي الدنيا زحمة، يعني كان قدرا كده إن أنا المكان اللي بروح فيه الشغل كان بعيد، ووقت ركوب المواصلات كان الموضوع صعب أوي، زحمة جدا، وكان يعني بقعد بالساعات إن أنا واقف عشان أعرف أركب مواصلة. وقتها كده كنت بقعد أتأمل إن في ناس ماشية على السكة معاها عربيات وموتوسيكلات ومعديين نفس الطريق اللي إحنا ماشيينه، والعربيات بتبقى فاضية. فوقتها عهدت ربنا ان ربنا كرمني بموتوسيكل او عربيه، ان انا هبقى اخد اي حد في طريقي وانا ماشي، يعني مساعده للناس، نخف على الناس التعب والمجهود، لان فعلا الوقفه بتبقى متعبه وصعبه. وبعديها بفتره كنت قريت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. بصراحة أنا من ساعتها واتعودت، أول ما جبت الموتوسيكل أو العربية كنت دايما متعود وأنا مروح اشوف اي حد في سكتي. طبعا احنا يعني انت لما بتبقى مثلا على طريق معين، عارف ان اللي واقف هنا بيشاور اكيد ماشي في نفس الطريق ده، فدايما كنت بحاول ان انا اخد حد معايا. طبعا هو الموضوع ده ليه شويه مخاطر، يعني انت ممكن تاخد حد مش كويس، تاخد حد يعني وانت بتاخد حد لازم تكون حريص ان انت اللي بتاخده دوت تكون شكله انسان محترم. بصراحه انا اعتبرتها من باب ان هي صدقه على على الموتوسيكل او العربيه بتاعتي، العربيه اللي معايا. والناس بتساعد بعضها، يعني المفروض الناس تخف عن بعضها. هي من السنة ان انت يكون معاك حاجة بتركبها وتعود بيها على اللي معهوش حاجة يركبها. فبصراحة من الحاجات اللي يعني انا بعتبرها صدقة على على الموتوسيكل اللي معايا. دايما اعمل كده، دايما مثلا وانا شغال اخر اليوم وانا مروح في طريق مثلا معين وعارف الطريق ده، ان انا بشوف ناس واقفة في السكة، يعني بشوف حد شكله انسان محترم ويعني مناسب ان هو يركب معايا وبركبه. طبعا لازم تكون حريصا يعني تنتقي الناس اللي تركبها معاها، عشان ساعات بيبقى في ناس مش كويسة يعني. بس ومن باب ان الواحد ربنا يبارك له في رزقه من الحاجة دي، وربنا يبارك له فيها بإذن الله.